انا كناشدك بنيتي يسرا، اجي مرحبا بك، نتجمعوا كاملين ونعيشوا واحد الحياه زوينه، ونعيشوا الذكريات اللي خليتها فاش مشيت. ان شاء الله ترجع ديك الايام، علاش لا يا ربي، كلشي عند ربي قريب. هذا نداء ليسرا، كنقول لها تجي عندي، راه ما كانها الطبيعي هو دار باها، وما عمر دار باها تعيا منها. انا ما عمرني نعيا من بنتي، خاص تبقى معايا حتى ديما كاع، ما عنديش مشكل نهائيا. انا ولادي كي تيقول واحد المثل تيقول لك الثور ما كيعيوش الكرون ديالو، ما عمرش الثور كرونو عياوه، لا ابدا. فتحت الموضوع مع الشخص المعين، وبغينا نحطوا النقط على الحروف، جلسنا على الطبله باش نتناقشوا. الساعه مع الاسف كل شيء، المحاوله باءت بالفشل، مع الاسف مع الاسف مع الاسف. ولكن ان شاء الله شويه بشويه غادي نتصل ان شاء الله في هذه القضيه هذه، في هذا الموضوع اللي غادي نناقشوا معكم دابا شويه. مرحبا بكم عندي في هذا اللايف هذا المباشر، غيكون سخون وسخون مزيان حامي. فاطمه زهراء، اجا بنتي اجا بنتي قراي التعاليق. شكرا لكم كاملين ولله اختكم، شكرا على التفاعل ديالكم معنا. طيب بنتي التعاليق شنو بارطاجيتي كونيكسيون. مرحبا بكم كاملين، معنا 520 ديال الناس، مرحبا باللي معنا، ومرحبا كذلك باللي غيلتحق بنا. عندنا واحد الموضوع عندنا نهضروا فيه زوين، ماشي زوين يعني، موضوع مهم بزاف بالنسبه لي انايا. غنناقش معكم واحد الموضوع. كتعرف التعاليق مزيان، تشوفيهم بشكل واضح ياك. بديعة من الرباط، الله يسلمك. الله يحفظك اختي بديعة. تحية للقضاء المغربي. اكيد تحية كبيرة للقضاء المغربي اللي نصفني، ماشي مرة، ماشي جوج، ماشي ثلاثة، ماشي أربعة. أنا قبيلة في الطوموبيل قلت لكم 4 المرات، ومنين حسبت خدت أكثر من 4 المرات. لا داعي نذكروا الأسماء ونذكروا الأشخاص اللي خديت البراءة، خديت فيهم البراءة الحمد لله، اللهم لك الحمد. ولكن ماشي موضوعنا هذا النهار، هذا موضوع عندي أكثر من هذا الشيء. هذا الشيء بالنسبة لي دابا ولا غير خزعبيلات. الموضوع هذا النهار هذا موضوع كبير وكبير بزاف. قال لك علاش قريتي قبل القرآن ودابا التعاليق ما كتقراهمش؟ والقرآن قيس كنتهجى فيه، والحروف ديالو كبار، والحروف بالكحل، والارضيه بالابيض، يعني واضح داك الشيء. ما فهمتش انا هاد الناس. لا قريتو في التليفون، عطاني يوسف في التليفون، ولكن كبر لي الحروف. كيلصقوا في شي حوايج خاويين تافهين لا علاقه. اش من ربح عندي دابا انا غنقول الانسان ما كنشوفش التعاليق شنو؟ واش غيعطيني عويناتو؟ ما غيعطينيش عويناتو. صافي. بالعكس انا دابا الصراحه ديالي كتجيبها لي بعد الساعات. داك الوضوح ديالي وداك الشفافيه وداك الهضره بتلقائيه وبعفويه هي اللي كطيحني في المشكل مع بعض الناس. انا ما نعممش. المهم اغلبيه التعاليق هذا سلامتك كلشي موضوع. الله يسلمكم. لا الموضوع راه كاين، انا غادي كنتسنى غير الناس يتجمعوا، غادي نهضر معاهم في واحد الموضوع، وغادي ناخذ الاراء ديال الناس. والحمد لله انا واخا دوزت عامين ديال الحبس، خرجت من براسي مرفوع، يعني الحمد لله ما مشيتش للحبس على انني سارق او ناصب على شي حد او خطا بسيط يعني وصلني لذاك هذا. خديت غلط، تخلصت على الغلط ديالي الحمد لله، يعني ماشي سارق ولا ناصب ولا ضارب شي حد ولا معدي على شي حد ولا. بوكريشه ما تجاوبش على التعليق اللي غتقلق. لا الحمد لله بوكريشه ما تيتقلقش، يعني صعيب باش تقلق بوكريشه. انا الدم البارد. هذا الموضوع هذا منين خرجت وانا ما عاجبنيش الحال، وبغيت نهضر وانا كنقول خليني ما نهضرش دابا بلاتي حتى نرتاح نهار يومين 3 ايام 4 ايام، وانا كنقول بلاتي حتى لهذا النهار عاد جات الفرصه وفتحت الموضوع مع الشخص المعين، وبغينا نحطوا النقط على الحروف، جلسنا على الطبله باش نتناقشوا. الساعه مع الاسف كل شيء، المحاوله باءت بالفشل، مع الاسف. ولكن ان شاء الله شويه بشويه غادي نتصل ان شاء الله في هذه القضيه هذه، في هذا الموضوع اللي غادي نناقشوا معكم دابا شويه. نتسناو الناس يتجمعوا بعد على الاقل واحد 6000 باش ندخلوا في الموضوع ونشوفوا اراء الناس، ونشوفوا باش غادي ينصحونا الناس، لان الموضوع شي شويه مصيري بالنسبه لي انايا، ودارتها هاد العامين هي اللي دارت لي هاد المشاكل هذه. لان فاش خويت قلت لكم اخوتي العزاز، هاد العامين اللي غبت فيها على الدار يعني وقعوا واحد التحولات بزاف، خليتهم مجموعين جيت لقيتهم مفرقين، يعني ظروف كانت السبب في هذا الشيء هذا. وتاسفت انا على هذا الشيء وانا لداخل، وكنت كنسيق الخبر على التطورات اللي كتوقع على هذه الاحداث وهذا الشيء اللي وقع، وبقى فيا الحال. ولكن ما عندي ما ندير، الغالب الله.
فوق طاقتك لا تلام. وفاش خرجت ما عجبنيش هذا الوضع اللي دابا هو كاين دابا، وانا كنقول خليني شويه وعاد نبدا الموضوع، خليني شويه يعني نرتاح شويه ونتادابط مع الوقت ونتاقلم شويه. الوضع اللي قلت لكم اخوتي العزاز ما عجبنيش، وهو الوضع ديال يسرى. بكل صراحه يسرى عندي واحد الحرقه من جهتها. علاش بقى فيا الحال؟ يسرى كيف ما كيعرف الجميع تزوجات، سخط خبر من الزوجات كذا الى اخره. دعيت معها قلت الله يسخر لها، الله يسعدها، ما كاين مشكل. من بعد ما كتبش الله، عادي هادشي تيوقع في الجميع، يعني هادشي كيوقع في واحد العدد كبير من الاسر، كيوقع لهم هادشي. يعني ماشي شي حاجه اللي هي غريبه ولا، واخا هي مساله طلاق، يعني طلاق من ابغض الحلال عند الله، وماشي شي حاجه يعني مستحبه، ولكن كيبقى حل ملي كتستعصى الحياه الزوجيه وكيتسدوا البيبان في وجه الانسان، كيبقى يبان له كيقول المثل مفرق بالريوس غير باش ترتاح. اوكي مزيان. فاش جات عندي قلت لها بابا راني ما مرتاحاش، ما عجبنيش الحال، ما قوت الميمات بزاف، راني غادي نطلق. قلت لها بنتي شوفي انت اللي تسلكك، انا ما عارفش الظروف، انا يعني الزياره راكم عارفين، واخا كيعياو يعاودوا لي يعني ما تعرفش التفاصيل الدقيقه، يعني ادق التفاصيل. صافي قلت لها الله يسخر، طلقات. ماشي هي الاولى ولا هي الثانيه ولا هي المليون اللي غيطلقوا، يعني مع الاسف هادشي دابا ولا هذه ظاهره هذا المجتمع. فاش طلقات بقات ساكنه بوحدها، كيف ما كتعرفوا، كيف ما كتشوفوا في الفيديوهات، كيف ما كنشاركوا معكم تقريبا اليوميات ديالنا، وهي كتشارك معكم حتى هي كتبارطاجي معكم كل شيء، ساكنه بوحدها. انا بكل صراحه هذا الوضع هذا ما تقبلتوش بصفه نهائيه. ما تقبلش على ان بنتي ما مزوجاش، وقع لها مشكل كيف ما بقى كيف بحال كاع الناس، وهي ساكنه بوحدها. يعني مكانها الطبيعي هو مع باها. نتوما اكيد غادي تشاطروني الراي وغتقولوا لي متفق معاك، يعني مكانها الطبيعي هو في دار باها، تبقى عندي، تبقى معايا، تبقى في الحضن ديالي. هي ولدها انا ما عندي حتى مشكل، ولدها راه بحال ولدي ومرحبا بها، وهذيك راها بنتي، هي مني وانا منها. يعني ما عندناش على بعضياتنا، ما عندناش الفرق، ما كاينش فرق. بحال يسرى بحالي انا، بحال يعني. قلت لها بنتي هذا النهار هذا فتحت معها الموضوع، قلت لها بنتي اجي مرحبا بك تسكني معايا. قلت لها با انا ولدي وانت هذا وعندك زينب صغيره وما غاديش يتفاهموا والصداع، وانت خصك ترتاح. بصراحه بكل صراحه ما قنعتنيش بهذا المبرر اللي عطاتني، ما قنعنيش. يعني انا ما عنديش مشكل، انا مولف بالوليدات ومولف، انا اجتماعي، وانا كيف ما كتعرفوني وما كيعرفني المتتبعين كاملين كيعرفوني انا كيفاش داير. انا كنموت على شي حاجه وكنحماق على شي حاجه سميتها الاسره. الاسره شي حاجه كبيره، الاسره مكانتها في قلبي كبيره بزاف. انا ما كرهتش تعيش معايا بنتي يسرى وولدها ياسير، وتكون الدار عامره، ويكون نجيبوا التقديه بزاف ونطيبوا بزاف وناكلوا ونشربوا، وتكون الدار كبيره. الحمد لله دابا هاد الدار راه كبيره، يعني كتسع يعني واحد الاسره اللي هي كبيره بزاف وكافيه انا الحمد لله، وما عندنا حتى شي مانع وما عندنا حتى شي مشكل. ولكن ما استجبتش، ما غنقولش بقى فيا الحال. المهم اللي غنقدر نقول، وهو مازال عندي امال باش يهديها الله وتفهم هادشي اللي قلت لها وتقبل الموضوع وتسمعني بصفتي انا كباها. حنا بيناتنا واحد العلاقه اللي اش غنقول لكم ماشي سهله، بيني وبين علاقه بناتي مع بناتي كاملين، ماشي غير يسرى، لا يسرى ولا فاطمه الزهراء ولا زنوبه اللي باقيه صغيره، ولا كذلك محمد امين. موت على شي حاجه سميتها الاسره يعني عندي في الدم، كنبغي العائله، كنبغي وليداتي يكونوا دايرين بيا. دابا انا بالنسبه لي هاد 3 ايام ولا 4 ايام دابا اللي دوز جاتني صعيبه، واخا عمرت معايا، ولكن مع ذلك كنحطو نتعشاو وما كايناش يسرى، كنبغي خصني يسرى تكون معايا، خصني تكون في جنبي، خصني تاكل معايا. مازال الا كانت مجوجه راه كنقول راه بدارها وبراجلها ما كاين حتى مشكل. ولكن دابا ما كتبش الله الزواج، علاش اللي ما تجيش عندي؟ علاش؟ انا هذا نداء اليسرى كنقول لها تجي عندي، راه مكانها الطبيعي هو دار باها، وما عمر دار باها تعيا منها. انا ما عمرني نعيا من بنتي، خاص تبقى معايا حتى ديما كاع، ما عنديش مشكل نهائيا. انا ولادي تيقول واحد المثل تيقول لك التصور ما كيعيوش الكرون ديالو، ما عمرش يتصور كرونو عياوه، لا ابدا. والناس اللي عندهم وليداتهم وكبروا يعني وصلوا لهذه المرحله هذه راه غادي يحسوا بيا وغادي يفهموني اش كنقول وغادي. ولكن مع الاسف دابا هي مازال العقل شويه صغير ومازال
ما بغيتهاش تولف داك الوحدانيه بوحدها وهي مسكينه مثقله بالدري، ولا زعما نجيو نتساعدوا بعضياتنا. والولد يكبر مع خالته بحال اختو، هي خالته ولكن في نفس الوقت الا كبرت معاه غتكبر معاه بحال اختو. داك الطقوس ديال الاسره وداك الشيء، داك اللمه، انا كنموت على داك الحياه هذيك، حماق على داك الحياه، ولكن ما كرهتش، ماشي بيدي. انا كنت كنتمنى تقول لي واخا بابا ونفرحوا، الدار تبارك الله كبيره ما شاء الله. قلت لها بابا عندي الحوايج وعندي، قلت لها راه الدار تهزنا وتهز حوايجنا وكاين الحمد لله السفلي والفوقي وتبارك الله ما شاء الله 200 متر الفوق و200 متر لتحت، كتساوي 400 متر، يعني تبارك الله اراه ما تهز. ولكن مع الاسف، ولكن مع ذلك يعني انا ما قطعتش الياس، يعني مازال عندي امل انها توافق وغادي يكون واحد النهار كبير وغتكون واحد الفرحه كبيره ما توصفش. النهار اللي توافق بنتي تجي تسكن معايا وغنكون فرحان وغنكون اسعد انسان. شنو نظريتكم في هذه النظريه؟ خليها معززه مكرمه في دارها. علاش فاش كانت في دار ما كانش معززه مكرمه؟ بالعكس، حنا اللي معززه مكرمه الحمد لله، ما عندناش الفرق وما عندناش المشكل، يعني ما كاين حتى مشكل. وما ننساش واحد التحيه لواحد الاخ خويا مصطفى، تحيه لخويا مصطفى التقني ديالنا اللي كيساعدني في هذه القناه، عاد كان معايا مسكين البارح. تحيه كبيره لخويا مصطفى، راك عزيز وغالي. كان مسكين كيصيفط لي تعاليق كيقول لي دير لي شي ديديكاس في اللايف ديالو البارح وما شفتهمش، واليوم عاد كتب يعني وعدته باش غادي ندير له واحد ديديكاس خاص لخويا مصطفى، وديديكاس كذلك الناس ديال الشرق. لو كان عندي الفراده نتيري فجاده الناس الشرق الله يعمر هذا، غير كنضحكوا بنتي وصافي. الانسان ملي كيكون عنده الوليدات واخا يكبروا فين ما وصلوا كاع، واخا يكبروا شحال ما كبروا، كيبقاو ديما عند والديهم صغار، ديما في عينين والديهم صغار. 8960 طلعوا معنا اللايف اخوتي، طلعوا معنا اللايف، طلعوا اللايف، بغينا يوصلوا واحد 10000 ان شاء الله الا كتب الله. علاش لا؟ شنو كيقول الناس في التعاليق؟ شتي كضحكي؟ يسرا مجهده. لا بالعكس، يسرا من اطيب خلق الله، غير اللي ما عرفش يسرا كيفاش دايره. والله يسرا حنينه، يسرا طيبه، القلب الطيب، ماشي حيت بنتي، هادشي اللي مشتو فيها وعشتو. ويسرا ما تخلاش عليك، يسرا ما فيهاش الغدر، ما فيهاش السم، ما فيهاش داك الحقد. يسرا غزاله يسرا. انا يسرا كون ما كانتش معزتها عندي كبيره، كاع ما نناقش معها هذا الموضوع، كاع ما نقترح عليها هذا الاقتراح، وماشي اقترحت عليها وصافي، يعني راه نحيت عليها وصريت عليها باش تجي. ولو كان وافقات وعطاتني شي وعد مثلا دابا واحد 3 ايام ولا 4 ايام، لو كان راني دابا فرحان، لو كان راني كنزغرت بالفرحه. علاش؟ حيت الحضور ديال يسرا معايا كيعني لي بزاف بكل صراحه. تكون الدار عامره، وانا كنموت على الدار عامره، كنحماق على الدار عامره والعائله وكبيره، ويكون الطياب في الدار، ويكون الخبز كيتخبز، والريحه ديال الشلاضه، والريحه ديال الفلفله كتشوى، والروينه عزيز عليا داك الجو. كانت دارنا عامره، كان حنا وبابا وماما وبا سيدي. مات با سيدي الله يرحمو، الله يرحم جميع المسلمين. مشى الحبس. بقينا حنا وماما، المهم مسكين عاوتاني خرج يوسف مشات معاه، صافي دابا ولينا كنتجمعوا حنا الثلاثه. ساكن حنا ثلاثه قلالين بينا، ياك عددنا قليل. الا جيتي غنمليو بينا 6 قبل 5 صاب 5 ولا جات ماما ولا 6. انا كناشدك بنيتي يسرا، اجي مرحبا بك، نتجمعوا كاملين ونعيشوا واحد الحياه زوينه، ونعيشوا الذكريات اللي خليتها فاش مشيت. ان شاء الله ترجع ديك الايام، علاش لا يا ربي، كلشي عند ربي قريب. حدا قالت لك علاش تبديل في الكرا؟ تبديل في الكرا؟ هو داكشي اللي قلت حتى انا، يعني ما عندناش تبدل الكرا، وان شاء الله حتى بغينا تشري الدويره ديالها ان شاء الله بحول الله، تجي تسكن معنا وتشري الدويره ديالها والله يهديها. انا كناشدك بنيتي يا يسرا، الله يهديك الله يهديك الله يهديك. انا قنطه، انا قنطه زين باقا. يعني كانت يسرا معاك كون كندابزو نصالحو بشويه كندابزو نصالحو هذوك هما الخوت هذوك، راه ماشي دابا حتى المتتبعين ديالنا راه كيعيشوا نفس الاجواء ونفس، كتلقى خوت وكيدابزوا ويتقاتلوا ويتعايروا وهذا، ولكن في التالي صافي المسامحه وهذه هي الدنيا. انا ما كنظنش يسرا تكون دايره في قلبها من جهه لبنان، يعني الحمد لله كنشوفهم دابا علاقتهم علاقه طيبه وعاديين وكيضحكوا بعضياتهم وما كاين حتى مشكل. الخلاف اياه كان داز وقع، ولكن مسامحه، مسامح كريم. والله يهدي ما خلق، الله يتساوي الخوات الجميع، الله يجعل ربي يجمع الشمل. جمع الشمل راه شي حاجه كبيره. واش الخراز معيوره؟ شكون الخراز؟ انت. انا كيعرف دابا واحد دابا هادشي تافه بنتي، تافه هادشي، والله الا تافه داكشي، لا تبالي.
لا تبالي. كلامك صحيح اختي امينه، راه فعلا الانسان يدخل قال لك ان لم تقل خيرا فاصمت، اللهم تسكت حسن. الفم اللي يقول زمر يقول تمر، اش غيخسر؟ ولكن مع الاسف حنا بعض الناس ما نعموش. كاينين الناس بحال وجهك اللي كيحترموا وكيقدروا، ما عجبكش ما عجبناكش ما عجبكش هذا المحتوى سير بحالك، ماشي حنا مجوجين بك. صافي يعني اذا مشيتي انت راه ما يوقع والو، ناقص واحد ناقص مشكل ناقص مشكله. ابيض فعلا والله الا قلب ابيض يسرى وكريمه وسخيه وحاجتها ماشي ديالها، لكن مع الاسف. ونترجاو الله نترجاو الله، والمتتبعين دابا غادي يبركوا عليها. يلا الهجوم على قناه يسرى، كلكم غتقولوا لها سيري عند باك سيري عند باك، وانا بابي وقلبي واحضاني مفتوحه ليسرى. لبنى هي سويرت مع حالي. فشل تي في قتل تحياتي لك فشل تي في لبنى جيب لك الشفافة القديمة فيها ما يتشاف وقتها هذيك عاوتاني ديال جيب الكراطه والجفاف القديمه فيها ما يتشاف، مازال الناس عاقلين عليها. مشكله. قضيه حامضه. أمينة الياسي هنا يسألوا شكرا على سوبر شات. إن مسلم الدبان خاصهم بيت الحشرات، أنا الكلاب خليهم ينحوا جاهم داء الكلاب والصعاب. جاهم الكراد. هاي على الذنوبه دارت الدره. هاي اجي نوريك المتتبعين ديال الدره. اجي نوريك، اجي تشوف اجي شوفوا زينب، اجي العفريته. شوفوا الزنوبه بالدريره، شوفوا النسيين فين واصل. شوف النسيين، شوف شي نهار غناكل هذاك النسيين، شي نهار غناكلو، نديرو الملحه والكمون وناكل بعدها داك اللسان اللي كيدل عليا مره. سيري عليا يلا ديري خوشه. كتقول لا خوشه ولا شنو كتقول لا؟ خوش. ديري خوش هي هو النعاس. عندك يا الصينيه. وعرب لهم ومساء العشق النار ويا غيات وحرام ينساك الخطر. حرام ينساك الخطر. شنو كاين تما؟ قولي لي. السي محمد حاول تعطيه اهتمام لفاطمه الزهراء اكثر من نفسيتها محطمه. قالك حاول تعطيه اهتمام لفاطمه الزهراء اكثر، نفسيتها محطمه. كنت حداها وكنتفاتك. محترمة. رد الفعل كان لا رياكسيون كانت خطيرة جدا. لا مسكينة فهمتي ما قاصاش نمشي ليا في داك الوقت. شتوني رحموا عليا. كنت تصير ريحة بالله يماش منكم عافاك. طار. شنو هذا سوبر شات الخضر شنو فيه؟ شتو زينب. مريم السيد يا ربي احميها زينب الزين ربي يحميها. امين اختي. شكرا على سوبر شات. شكرا اختي بارك الله فيك. عندك راه حنايا ما بقينا شريفه. انا اللي كيبغيني قال بابا يحقق لي الطلب ديالي. ويسهل الله بنتي يسهل الله ونحقق. سهل الله فوقاش سهل الله ومازال ما تحقق. ديما ربي مسهل الحمد لله وصافي. واحد شويه قلت لك صبري عليا غير شويه، دابا انا عاد خرجت بنتي مازال نصبر عليك. ديك الطلب ديالها قلت لك خصنا نحققوا لها. شوفي على ضمانتي. على ضمانتك. مادام انا هنا. ايوا عاد زدت لك في الشروط عاد. انت دابا ضمناتك الدوله شكون بحالك؟ لا خويا انا ماشي دوله، انا ما قلتش مضمونه من طرف الدوله. بري منك ابا. الخويه ديالي هي لبنى. انت دابا مضمونه من طرف الدوله دابا صافي ما تخافيش. ان شاء الله يكون خير بنتي نتخلصوا ويحل الله. شهدوا يا الناس عليه. احسن حاجه تسكن معكم يسرا باش تركبوا معايا هكا شي صغيره. وحنا كرهنا الله يهديها. يلا هجموا عليها وقولوا لها الهضره هذه. يلا هجموا على يسرا وقولوا لها الى طريق الى باباك. ام يوسف من الناظور. شكرا اختي. بانا وعلاش ضغطتي بانا دارك سمحتي ندوي هذا ياك ما انتي فقعانه. وسير سول امك. خاصك دير ريجيم. انا ان شاء الله. حفيظه مبروك. شكرا عزيزتي على السوبر شات. وسير سول امك. مبر المسلسل كنا تعيش فاتي. شنو قلتي؟ قالت فينا تعيش فاتي. سمعت انا مبروك البراءة اخي السي محمد، وان ينصركم الله فلا غالب لكم ونعم بالله اخويا. الله يبارك فيك الله يحفظك ويجزيك. البراءة ولفناها الحمد لله اللهم لك الحمد.
هز الزنوب هز. وتحية للقضاء ديالنا النزيه، قضاء الجالس والواقف اللي نصفني الحمد لله ولله الحمد. زنوبة جاك النعاسة بنتي؟ عارف مبروك البراءة البقريشة أسرة مغربية ذلك المغربيات. ولا عزاء للحاقدين. تبارك الله على زين المغزلة ما شاء الله، الله يحفظها. كتشبه اليسرى اكيد والله، الا غير يسرى سبحان الله. هكا كانت يسرى. على سوبر شاط. شكرا سوبر شاط. أم فارس. ام فارس تحية كبيرة لك. فارس. امين يا رب. امين يا ربي امين، تحفظنا وتنجينا امين. الحمد لله على سلامتك. لا يجمع شبابكم مع فاطمة شبابنا راه قصص واخا كيوقعوا مشاكل بينهم وبين البنات، راه حنا العيالات فيما نجمعوا كيفاش نستعوا لك الحنانات بعضياتهم. يا قلبي ما يسعفنيش يا وتقول عدويا، يا نعيا ما نوصيك عمرو ما سمعني يا هي غرامها محني وزادوني وليا حتى القد ما جاني بسبابها هي. ماشي بغا نهضر يوصف دويرتها حتى هي كلشي يبقى على خاطر خديجة غادي كرا. غرامها محني. مبروك البراءة السمحة. الله يبارك فيك اختي اللي اختك. بصحوها هي ويش كذا وقلبي ما يساعدنيش يا وتقول عدويا، يا نعيا ما نوصي عمرو ما سمعني يا. تطلق زنوبة صغيرة بريئة. زنوبة هي كلشي زنوبة، شي حاجة ما تكون بلا زنوبة. هيا جيبها المخبط ديالك. عليك البراءة قضية أهانات وحنا هنيئا عليك وللعائلة كاملة. عايشة بخمس. الله يحفظك اختي عايشة على اختك. حنا معاك. خليك شكرا على يونس بوحة بارك ليك في الخروج. الله يبارك فيك اخويا يوسف على اختك، الله يحفظك. وتحية للأم ديالك الغالية لالا حادة والأب الكريم سي قدور والعائلة الكريمة كلها. شكرا لك اخويا يونس، الله يحفظك الله يوفقك. وفكرتيني وسنت مبروك عليك الزواج والله يرزقك الذرية الصالحة وإن شاء الله بالرفاه والبنين إن شاء الله بحول الله يا ربي، لأنك تستاهل. انت تظلمتي، انت دوزتي المحاين بحالي. تريكا وحده راه بحال ولا اله الا الله. يا ليت انت والبنات حاولوا مع يسرا تاخذ ضغط هذيك البنت عانت بزاف، خاصكم توقفوا معاها. انا ماذا بيا انا ماشي نوقف معاها، انا ندير اكثر من جهدي. ان شاء الله ما غيكون غير الخير في هذا الموضوع هذا، اكيد غادي يكون غتكون شي اخبار ساره ان شاء الله في هذه الايام بحول الله. يا بنوتي يا بنوتي لا فاطمه الزهراء. قال لك انا وياك ما شاء الدوب. ما شاء الدوب مزيان. ستوب تكرضى بنتي الله يرضي عليك. عامين ديال الحبس، ظروف قاسيه جدا، جيت لقيت كلشي كان الله والباقي الله، ولكن ربي كبير ربي كبير. باب الامل بابك يا رحيم. والجيب ما فيه شي. شنو نقولكم فراسكم في واحد الحاجه. بالامل بابك يا رحيم. تتسالي شنو هي هاد الحاجه يلاه قولي. فراسكم فاش كان بابا في الحبس كنت كنشوفها كشي وحده مع باها ولا شي حاجه، ولا ماشي غير كنشوفها غير كتعاود عليه، كنت كتجي نبكي كيبقى فيا الحال بزاف. تجيك الغيره. دابا ما كنحطش بابا معايا في ستوريات وداك الشيء غير باش فهمتي ما يحسوش الناس نفس الاحساس. سخيبه بزاف. ايوا اللي عنده با اللي عندها باها الله يخليه له، واللي ما عندهاش الله يرحمه، وهذا حال الدنيا بنتي. يعني ما يمكنش ما تحطيش ستوريات غير على هذا الاساس هذا. لا الا ما حطيتيش انت غتحط واحده اخرى عادي جدا هادشي. ولكن عندي بزاف الناس ما نعرفش الله يرحمه بنتي. الله يرحمه. ماشي ضروري كيكون ميت، كيكون بعض المرات غير ماشي شوف الاباء ماشي كلشي بحال كيكون سامح فيهم، كيكون سامح فيك. ما حطيتيش فيديو، ما حطيت فيديو في الصباح ولا باش ما حطيتوش. تحية ليك سي بوكريشة كتعجبنا انت والاسره ديالك ديما دايرين الضحك. الله يحفظك. انا مات بابا كتعجبني على خصك
الله يرحم الجميع. انا مات بابا، انا ما ماتش بابا. فاما اليتيمه فلا تقهر. صدق الله العظيم. دابا نتوما كتكتبوا هادشي حشوم. عطاكم ديروا صدقه لي في العاده ولا تبا باش تكون مباركه ان شاء الله بحول الله. من الاحسن. فكرتيني في العتبه لبنى، واحد القضيه مهمه مازال ما ذبحنا والو في هاد الدار. ونذبح انا. لا نذبح انا. انا هو الذباح مجرم. السفاح. قال له دوب تفرجوا ديك السيسي اللي كيقولوا في رمضان، خطفهم لي السفاح. ما تفرجوش. ما تفرج على فتح هذا خطفهم لي السفاح. غني الحياني الله يرحمه. وقتاش تغني يا قلبي إلا ما غنيت اليوم، أحلى ما عندك يا قلبي قولوا بين حبابك اليوم، وصب الفرحة في الكيسان سقي وفرق على الجيران، وكل من شراب يغني غني قول بقى يا فرح ودوم. تن تن ترن درن غني يا قلبي للحياة وبدورك صغى الغناء، الحب يفجر أغنيات. والله إلا موهبة بحر حرام. علاش؟ حنا ما نروحوش بشي نية خايبة. تنزل نوصيك على القراية. أكيد. عزيزة الله. أكيد. شكرا لك أختي على هذه الكلمة الطيبة والله، والبالغة الأهمية. القراية هي كل شيء. قراو وليداتي، لا بناتي ولا وليدات الجامع، قراو ثم قراو، لأن هذا العصر هذا اللي جاي راه بلا قراية راه ما يمكن الإنسان يدير والو في حياته. عصر العولمة وعصر الذكاء الاصطناعي. أنا واخا كنت في السجن كنت متبع التطورات ديال الأحداث ومتبع هذا الشيء هذا ديال فين المغرب الحمد لله غادي بواحد السرعة فائقة في طريق النمو وأوراش ملكية كيشرف عليها سيدنا الله ينصرو شخصيا، وهذا الشيء كله بفضل الرؤية المتبصرة ديال صاحب الجلالة. المغرب غادي الحمد لله من حسن إلى أحسن وبواحد السرعة. يعني كنت متبع الأخبار، متبع هذا الشيء ديال تحلية المياه البحر، وهذا الشيء ديال الطرقان، وهذا الشيء ديال المواصلات والسياحة عرفت واحد الطفرة مهمة، وكل شيء كنت متبع أنا تما. والتطور المهم في قضية الوحدة الترابية ديالنا، في قضية الصحراء المغربية، وتبعت الاعتراف ديال فرنسا وفرحنا بداك الشيء، واعترافات الدول المتتالية بقاو. يعني الاعترافات بقات كتوالى من بعد واحد دولة من بعد دولة، وهذا الشيء فرحنا بزاف وسعدنا حنا كمغاربة وفرحنا لذاك الأمطار ديال مارس ديال رمضان، فرحنا بها بزاف. ما تصوروش فرحتنا كانت كبيرة بداك الأمطار، لأن كيقولوا مطر مارس ذهب خالص. الحمد لله عطا واحد بلادنا تنورت وتبهجت. والله الا كنت كنبغي نتفرج في حاله الطقس، حتى كيبقاو يقولوا لي ماك اخويا انت عندك شي اراضي، عندك زارع شي هذا، كنقول لهم كنبغي غير نطمئن على بلادنا. داك سبحان الله، واخا انا في السجن، واخا انا ما كنحس كنبغي الشطيح، كنبغي واخا عاش ملكنا العزيز، عاش سي محمد وعاشت لبنى أصيلة، وعاش من خانهم ولا عاش من خانهم ولا عاش من خانهم وكذب عليهم. عاش الملك ولا عاش من خانه. يا سيدي عقلت عليك أمينة، شكرا هذه المتتبعة ديالنا مثلكم. وشاقت على ذاك الدار القديمة، والدنيا وشحال كان عليها هاد القيمة، والحومة والجيران ونخوة الناس زمان، كانت الحياة بسيطة وكانت الفرحة ديمة وديما ديما ديما. شنو هادي؟ واش لبنى؟ أيه لبنى من الحسيمة. شنو كاين؟ كاين شي مشكل؟ شنو؟ غيزيد سي محمد سيما مع زينب بغات تبدا تغني ان شاء الله. بكب مبروك عليك عودة باباك وبراءته. أما براوة أما براوة حبيبي طراوة آخر طراوة أما براوة. زينب لا زينب نضرب هذه في الزبرة كتزعزع. حشومة لا بنتي لا. زينب نوضي من الأرض، بعدا راه باردة عليك الأرض. نوضي وقفي، ما كايناش تضربية. نوضي وقفي، راني السمطة. ما كتخافش منك. عطوني السمطة وشوفوني شنو غندير. شنو غدير؟ ما غندير والو. زينب حشومة فهمت السطا انت؟
وثقاش ياك كتقولي أما براوة براوة أما براوة آخر حبيبي اللي طراوة كيجري في شتات هاد العائله آخر جاي طراوة اللي ولا بجمع شملوقي والشياطين. قلت حبيبي مليانة عطشانة ياما أروح له ولا أروح أشرب حدانا أروح له ولا أروح وبلاش شقاوة أما براوة براوة آخر طراوة فكيتحمس شويه. أما قلت لك بابا كيتحمس قالت لك عاودينا على ليلة الزلزال في السجن. شنو؟ هات عاودينا على ليلة ديالك دارت الليلة الأولى شنو الليلة ديال الزلزال في السجن كيفاش دابا دوزتيها هاي. بابا سير دير لاباراي دير شي حل راسك ياك قالت لك هاد اللقطه ديالك دارت البوست في السوشيال ميديا ديال ارحمني من الانتظار نهار صرتي ارحمني من الانتظار جبنا مزوجه لكم شاروخان.